استاذ محمد، الحمد لله على سلامتك اولا. الله يسلم حضرتك. يعني احنا سعداء بيك والله الله يبارك في حضرتك يا مبسوطين، ده الشرف ليا والله. ربنا يديم لك الشفاء ان شاء الله. انا عايز حضرتك يا استاذ محمد يعني احكي لنا حضرتك بالظبط ايه التجربه اللي حضرتك مريت بيها والاجراء كان عامل ازاي. اتكلم زي ما حضرتك. والله يا دكتور احمد بدون قطع كلام حضرتك، انا بشكر حضرتك جدا جدا. يعني انا حاسس ان انا ما عملتش عمليه، انا طالع ان انا كنت مع اصحابي، يعني مع احترامي لمركز حضرتك الجليل، وبس انا بتكلم يعني انا كنت وسط اخواتي بما فيهم حضرتك. يعني انا فعلا دخلت زي ما طلعت. انا بقول لحضرتك انا عايز اعمل عمليه تاني. انا ما شاء الله يعني ان شاء الله ما حسناش بحاجه، ما شاء الله. العمليه سموز، الاجراءات قبل العمليه، التحضير بعد العمليه، في اثناء العمليه هنعمل كذا، هنخلي كذا، هنبدا بكذا. يعني صراحه معلش ما قابلتوش في اماكن تانية، مش والله عشان خاطر ان انا قدام كاميرا او مثلا قدام دعايه او مثلا حاجه بقولها السوشيال ميديا، لا يعني نهائي. ما شاء الله، الله يبارك في حضرتك ويزيد حضرتك علم. واحنا كمان يعني مش عايز اقول لحضرتك بقى، يعني محتاجين ان احنا نزود الايفن في كل محافظات الجمهوريه. يعني بجد نداء بقى لوزير الصحه لتعميم مركز ايفن على مستوى الجمهوريه في راحه الناس، والناس اللي فعلا بتاخد خدمه ممتازه، مش 5 نجوم 7 نجوم كمان، ان خلقا واخلاقا. وما شاء الله الاستاف كله، دكاتره الاشعه، دكاتره التخدير، دكاتره التحضير، ما شاء الله عليهم. حتى كمان الاساتذه اللي موجودين في الاستقبال، حاجه ممتازه، يعني حاجه تفرح وشرف لمصر كلها. الحمد لله بجد والله يا دكتور احمد، واتشرفت وسعيد بحضرتك، وانا مبسوط. عايز عمليه تاني لا ان شاء الله ربنا يحوجك. غيرنا حضرتك كنت اصلا انت عملت جراحه قبل كده. عملت جراحه واتاذيت منه. يعني انا اتاذيت في 3 جراحات، يعني على راي هاني شاكر، يا ريتني عرفتك من زمان. يا ريتني عرفتك من زمان يا دكتور. 3 جراحات، يعني انا اسف، يعني مش هقول بقى فشل، ولكن الحمد لله والشكر لله. زي ما حضرتك ما حدش يصدق ان انا كنت زماني اسبوع نايم في البيت وناس بتخدم عليا، وانا ما شاء الله بعد 5 دقايق من الجراحه وانا قاعد مع حضرتك ما شاء الله من شات والدنيا جميله ما شاء الله. لا واحنا احنا بنشجع على المشي كمان، ودي ميزه كبيره جدا. جميل. بعد الليزر بالعكس بنشجع حضرتك انك تمشي، عشان كده بقول لك من اول التعليمات انك لازم تمشي عليها مباشره بعد الاجراء. يعني ان شاء الله ربنا يتم لك. الله يبارك في حضرتك يا دكتور احمد، والله وحلم ايديك والله، وتعبت عن حضرتك والله، وشرف لي ان انا يعني وحظي ان انا قابلت حضرتك، والحمد لله كان تحت ايديك يعني الشفاء ان شاء الله. الشفاء من عند الله. الله يبارك في دكتور احمد. ميرسي لذوقك يا دكتور احمد، الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك يا دكتور احمد، ميرسي لذوقك يا دكتور.